هلا مثل ما بنعرف انه حلب هي عاصمة الاقتصاد السوري، وبنخص من هالصناعة الصناعة النسيجية اللي هي بتشكل 65% من الصناعة في سوريا. هلا نحن الصناعة النسيجية كنسيج وصباغة وطباعة وتحضير هي مهنة أجدادنا وأهلنا. الحمد لله هلا بهالوقت الحالي عم نحاول نطور من إمكانياتنا ونحدث آلاتنا لنواكب التطور الصار بعد التحرير. والوضع الحمد لله يعني في تحسن نوعا ما، بس بدنا جهود الدولة معنا في المحروقات الكهرباء، يعني بتساعدنا بشكل عام انه نحسن ننافس البضائع اللي عم تدخل لعنا. يعني الامور ماشي الحال، بس بدنا الفيول والكهرباء هدول اهم شيء في هذا الوضع، ويفتحوا لنا باب تصدير للدول المجاوره، دول خارجيه. يعني المنافسه كثير قويه عنا، وعم نحاول الحمد لله عم نجدد ونطور، بس بدنا مساعده من الدوله في بعض الامور. الصناعة النسيجية هي بشكل عام يعني كثير كبيرة. 65% قلنا نحن من الصناعات عنا للتصدير، بتشغل عمال كثير، بتدعم الاقتصاد. يعني في كثير امور نحسن. شلون؟ هو عم نحكي على العمالة، في عنا عمال قسم كبير. انا عندي هون شيء تقريبا 250 عامل، كلهم امورهم مسجله وتامينات ورواتب ممتازه الحمد لله، بس يعني بدنا شويه هيك دعم.